مش قلت لك يا ريس ان ده مكان المقبره؟ سلام بقى لو الابحاث بتاعتي تطلع صحيحه، الحاجه اللي جوه دي قيمتها هتعدي 30 مليون دولار. لا مالكش صالح انت 30 مليون 40 مليون، انت ليك حسنتك وهتاخدها. ماشي اقرا. الله 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 الله. ايه الحيطه هتقع ولا ايه؟ من سينتهك حرمه هذا القبر سينفى الى ارض الموت، وهناك ستقطع اوصاله وتهشم راسه. مني انا الاوزه الذهبيه حاميه قبر الفرعون. الروطانه اللي عم اقولها دي تو مالك وشك اصفر ليه كده؟ انت خايف؟ تخاف ايه؟ انت صدقت ولا ايه؟ ولا يهمك، يا ما دقت على الراس طبول. اتكل على الله. افتح. خد يا حمدي امسك دي، هات دي، هات الشاي. امسك دول، طلع لي الشنطه دي فوق يا حمدي، طلعها لي فوق خلاص. يا بابا ايه يا بابا؟ كل ده تأخير؟ انا مش قايل لك ان النهارده الافتتاح؟ يعني هتفتح هكا يا خي، وبعدين كان عندي مصلحه لازم اقضيها. ده حبشي. حبشي؟ مش ده اللي كان عاوز يهد الكعبة؟ لا صحيح، التاني ابن أبرهة. حبشي. لا ما تقلقش. بقى الحاجة في التلاجة متستفة ومتكرتنة، هتوصل في ميعادها، متقلقش. يلا اقفل السكة دلوقتي. في امان الله. حاجة إيه اللي في التلاجة يا بابا؟ التلاجة فاضية بقالها سنة. انت مالك انت؟ مالي ازاي يا ابويا؟ ده انت سندي، ده انت ظهري، يعني اغلى حاجة عندي. ده انا واخدك معايا النهارده افتتاح الشركة عشان اتفشخر بيك وتتفشخر بابنك كده. اتفشخر؟ بلانيلة. انا جاي معاك عشان اشوفك بتصرف فلوسك فين يا اهبل. طب على فكرة بقى، في دراسة بتقول ان الهبل ده وراثة. فعلا المرحومة كانت عبيطة زيك كده. لا، وراثة عن طريق الاب. بتقول ايه؟ ما بقولش حاجة. اطلع عشان نلحق الافتتاح. تأثر ولا تعسر يا رب. احنا طالعين راس البر. بسم الله الرحمن الرحيم. في منطقة السبانخ إلى ما أدى لانفجار كرومبا محشية. كفتة بالطحينة قلبي اتشعبط، مخي اتلخبط، انت بتاعتي خلاص حبيتك، يا ما ولدت ويا ما سهرت بحب فيك، انا تحت بيتك بدي تمشي عليها مشيا ولا الضحكه دي يخرب بيتك، ده انت قلبي ده انت حبي، انا عمري في يوم ما نسيتك. البس عشان خارجين. ايه الرخامه واللزاجه والسذاجه اللي انت عاملها بره دي؟ ده الافتتاح اللي قلت لي هينافس افتتاح مهرجان الجونه؟ انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ بجد ما عجبكش؟ ده يقرف الكلب اللي كنت عمال تجري ورايا بيه بره وتخوفني بيه يا متخلف. ده مش كلب يا متخلف، انت ده مزقوق. وبعدين يعني انا مش فاهم ازاي ما عجبكش؟ الدنيا ولعانه بره دي والفرحه اللي في وشوش الناس. ايه فرحه في وشوش الناس ايه؟ واحنا بنعمل كليب المنير؟ اللي حصل بره ده ملوش غير اسم واحد: اهانه لمكانتي العلميه والعمليه. انا الدكتور جمجوم اقف في وسط الشارع والناس عماله ترقص حواليا على كفته بالدعينه، واحد واقف عمال يعمل لي كده. كمان مش عاجباك الكفته؟ امال مين يا ده اللي كان بيرقص بره وعمال يعمل كده؟ مين؟
مين اللي كان واخد وصله من سريه البق مين؟ ده انت طلعت الحرفوش اللي جواك يالا. استغفر الله العظيم يا رب. معقوله يعني؟ معقوله هنتخانق في يوم مفترج زي ده؟ يا دكتور افهم، الحفله اللي انا عاملها دي عشان نعمل جو عشان اجذب الناس. ما على يدك يا ابني، كل اللي بيجي لنا رد مطلقات، فك المربوط، قلب الحبيب واكل الزبيب، حاجات ما بتاكلش عيش. مبروك 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 عليكم وعلينا، مبروك. ايه القرون دي يا استاذ؟ عيب كده. ده النيو لوك اللي عاملاه عشان افتتاح شركتنا. حلو. ثانية واحدة، هو اللي سمعته ده كان صح؟ شركتنا؟ انت ما قلتلوش ولا عاملاها له مفاجأة يا بمبم؟ هو انت مش قلت عايز ممول عشان يمول الشركه؟ ممول ده يا غبي يعني بيزنس مان، مستثمر كبير، مش اخس. اخس اللي مش عاجباك دي مش بس مستثمرة، انا كمان ليا الحق في ادارة الشركة. وعلى فكرة انا سجلت عقد الشراكة في الشهر العقاري وقدمت استقالتي وجاية وكلي طاقة وحماس. يا عاري يا عاري. ويا ترى بقى سيدة الأعمال إخلاص الفيل مولتك بكام؟ 5000؟ شوية على جمجوم يا عشري، قصدي يا بمبم. 50,000؟ 500 جنيه. يا نهار اسوح. انت مستحيل تكون انسان سوي ابدا يالا. في يا عم الحاج، مش عندنا مصاريف؟ مش في تأجير فراشة؟ مش في شربات؟ مش في دي جي؟ مش في تأجير ماسكات؟ نجيب فلوس من نسرق يعني ولا نعمل ايه؟ عندك حق. لو كنت صبرت بس شوية يا غبي، اصبر بس شوية، كنتش حرقت المفاجأة اللي انا عاملها لك. مفاجأة ايه؟ التلفزيون والإعلانات أسهل وأسرع وسيلة للانتشار في قلوب الناس. غبي غبي. احنا اول شركة قدمت المرتبة وعليها مرتبة هدية، وعلشان احنا دايما الاوائل احنا الوحيدين في مصر اللي حصلنا على شهادة الايزو، وده مش هتلاقيه فين الاعلان؟ الشركات. المرتبة متهزرش، ايه رأيك؟ 25 سم وده الارتفاع. يقرف الكلب. بس غبي غبي وباين ان هو غبي. انت بتردها لي عشان لسه قايلها لك من شوية صح؟ صح، بس هو فعلا يقرف الكلب. ايه الاعلان ده يا ابني؟ ايه ده؟ ده محتاج تلسكوب من بتوعك عشان الواحد يعرف يقراه. بعدين تعالى بقى هنا. ايه اللي مكتوب في الاعلان ده؟ ايه مع جمجوم ابو النجوم؟ فين انا؟ فين بمبم؟ ايه؟ شبح انا من اللي انت بتطاردهم ولا ايه؟ استنى انت يا بمبم، اكيد جمجوم نيته صافية لانه نسي يحط اسمي انا كمان. بس بيني وبينك هو بيفكر صح، احنا فعلا محتاجين نعمل دعاية، محتاجين نعمل اعلان يشوفوا الملايين. احنا محتاجين اعلان يجيب لنا ملايين. ايوه بس الاعلان محتاج مصاريف كتير، واحنا خلصنا كل الفلوس اللي معانا على الافتتاح وتأجير القرون. احنا حتى معناش فلوس نتغدى. معناش فلوس نتغدى؟ هي دي الممولة؟ بابا استنى يا ابني انت هو. ايه بابا خوتني، عاوز ايه؟ انا اسف يا جماعه والله ما خدتش بالي ان انتوا بتتعشوا. انا اسف. لا خلاص شكلك مشغول، هبقى اكلمك وقت تاني. وقت تاني يا روح امك؟ يعني تخليني اوقف الميتنج وبعدين تقول لي وقت تاني؟ شكلي ايه دلوقتي قدام الرجاله بتوعي؟ خلص، عاوز ايه؟ يا بابا كنت عاوزك في موضوع يعني كبير محتاج مقدمه قبل ما اقوله لك يعني. انجز. انا هبيع العربيه. نعم يا حلت امك؟ يا بابا انا محتاج فلوس في الشركه ومفيش قدامي حل تاني غير ان ابيع العربيه. شركه ايه وسيفت ايه؟ انا مش عايز عبط. العربيه دي ايدي ورجلي. بس يا بابا اخلص من غير كتر كلام، عايز اخلص شغلي قبل الحظ. عموما انا عملت اللي عليا وقلت لك كده كده العربيه دي بتاعت ماما الله يرحمها وورقها كله معايا. نعم يا روح امك، العربيه دي ليا فيها زي ما ليك فيها بالظبط يا روح امك. ليك فيها ايه يا حبيبي؟ وروح امي دي اللي انت طلقتها قبل ما تموت خلت العربيه كلها بتاعتي لوحدي. دي اخر تربيتي ليك يا جمجوم يا ابني. يا ابو النجوم، الواد اللطخ ده عايز حاجه؟ سيبه يا سيد، اللطخ ده يبقى ابني برضه، وهو شاطر وبيسمع الكلام ومش هيعمل قلاقل. صح يا بابا، ده حتى رضا الاب من رضا الرب. ما تسيبه يا سيد، مش قال لك سيبه؟ ومش ده سيد كتفه بتاع البيانو؟
تعال اما اسمعك الحان. لا خلاص والنبي يا بابا خلاص. انا هخش جوه بعد اذنكم يا رجاله، معلش ارخم عليكم، انا اسف. بسم الله ما شاء الله. يعني ايه يا جمجوم؟ يعني كل الافكار اللي كنا بنحلم بيها علشان الوكاله مفيش حمله دعائيه؟ مفيش بروفا جامده؟ بروفا جامده لايه؟ بروفا جامده دي اللي هي دعايه واعلانات كده والناس تقعد تلات اسمها بروفاجندا. وبعدين خلاص انا وعدتك والله هنفذ وعدي، انا مش هسيبه غير ما بيعوا العربيه دي، ده حقي في ورث امي. انا مش فاهم احنا بيحصل معانا كده ليه؟ كل ما اقولها فكت وحلوت الاقيها قربت تاني. بتنيل ايه يا ابني؟ انت خليتني اخد بالي من حاجه مهمه قوي يا بيمبي. الموسم ده موسم برج العقرب، ومعروفه العقرب لدعته والقبر. طب العقرب بيمشي في الارض بتبص فوق ليه؟ طب طمني، لقيت حاجه؟ زحل زانق بلوتو في ضرب اللبانه ونازل فيه ضرب، عشان كده هتفضل معقربه شويه. لا اله الا الله. طب قول لي هيفضل زانه كتير ولا نروح نحوش؟ لا هتفك اول ما عطارد بس يلف لفته. يعني هتزهزه يا جمجوم؟ هتزهزه ما تقلقش يالا. اول ما نخش مدار عطارد. صلاه على النبي. مطار عطارد يعني السوق الحر، يعني نعمل شوبينج مدار عطارد ايه؟ اسمه مدار عطارد. مدار انت مش هتفهم، انت مش واخد ثانويه عامه. مدار عطارد ده اول ما نخشه خير وكرم واسع من ربك ما نحلمش بيه. يا ما انت كريم يا رب. اثبت يد منك ليه؟ يا ساتر يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتوا ايه يا جماعه؟ انتوا انس ولا جن؟ ولا ده احنا سعايدة وما تلتش كتير في الحديث. انت ما دحش منك ليه؟ هو ايه اللي ارتب وما تلتش في الحديث؟ لا هلت في الحديث بقى لما اشوف هتعملوا معانا ايه. تحب اسوق انا ولا الجحش؟ عيب يا بيمبي، عيب، دول ضيوفنا. على فين العزم ان شاء الله؟ سوهاج بلد المواويل. طب اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. يا ريس، يا باشا، ايه يا جماعه انتوا بتتخانقوا وانتوا نايمين ولا ايه؟ لو سمحت معلش بس ممكن تصحى تقول لنا هتخطفونا فين؟ عشان ماشي ومش عارف الطريق، وبعدين كمل نوم عادي. احنا وصلنا خلاص، اركن عند الدار اللي هناك دي. ايه ده؟ السرعه دي؟ يا ريتني سالت من بدري يا اخي. هو في ايه يا جمجوم؟ الناس دي عايزه ايه؟ الناس دي عايزه ايه؟ انا قلقان قوي. يا سلام، قلقان قوي؟ لا باين عليك يا اخويا القلق. السلام عليكم. البيت تحفه ولوكيشن تحفه. ترى مأجره بكام ده؟ الريس متقال فيه؟ الريس متقال في المقبرة تحت. ايه يا جماعه، هو مش الريس متقال مات الله يرحمه؟ ايوه يا عم مات، ما هو بيقول لك في المقبره تحت، مستغرب ليه؟ يا ريس متقال، يا ريس. ده بيند على مين ده؟ اطلع الجماعه وصلوا. يطلع فين يا عم؟ الحق يلا ده طالع. طالع ايه يا جماعه؟ انتوا جننتوا ولا ايه؟ يا مرحب بالبشمهندسين. تفضلوا اندلوا المقبرة. انتوا ما سامعينيش ولا ايه؟ ايوه يا عم، ما المشكله اننا سمعنا. امال بيضحك على ايه؟ طب ندلش، ده اللي قدام. اتفضلوا اتفضلوا. ايه ده؟ انت هنا ازاي؟ اتفضلوا. انتوا عارفين المكان اللي انتوا واقفين فيه ده يبقى ايه؟ بيتهيألي دي القريه الفرعونيه فرع سوهاج، وبرضه اللي اتصور فيها رامز عنخ امون، صح؟ لو سمحت يا ريس متقال، ممكن بعد اذنك كفايه سسبنس وتقول لنا انت جبتنا ليه من القاهره على ملا وشنا لحد هنا؟ اقول لكم محسوبكم اكبر تاجر اثار في الوجه القبلي كله، وكل كبارات الصعيد يعملوا لي
انا اسف والله العظيم، انا اسف والله العظيم، انا عامل لك 2000 حساب وخايف منك جدا، بس الصوت مش لاقي على الصوره. ما هو ده الموضوع اللي مشيع لكم عشانه. شفت بقى، شفت يا اخي؟ لا ده كده حصل لبس يا ريس. حصل لبس مين؟ حصل سوء تفاهم، حصل سوء تفاهم. حضرتك تقصد الدكتور اللي على ناصية الشارع عندي، دكتور عادل جمجوم، اخصائي الاحبال الصوتيه. ده فعلا دكتور كويس جدا، والناس بتجيله بالمنيا وراس البر والصعيد وكل حته. بس انا حاجه تانية خالص، انا الدكتور جمجوم ابو النجوم عالم الفلك والماورائيات يا جرابيع. اكتم اكتم. الودن دي تسمع بيها، الحنك ده ما يتكلمش. والعين دي عليها حادي. تكلم نفسك ولا اجيب لك عرفان؟ لا خلاص احنا اسفين، خلاص. خفت ليه؟ مين عرفان ده؟ غالبا ابو الهولي اللي واقف على باب المقبره واحنا نازلين. اسمع الكلام للاخر، محدش يتكلم. احنا لما فتحنا المقبره دي لقينا الكلام المكتوب ده، والكلام ده ايه؟ بيقول لك ان حارس المقبره دي الوزة الذهبية. بص لو ضحكت تاني اضربني بالنار. معلش برضه يا ريس، ما هو عنده حق، مش الوزة الذهبية ده صابون غسيل. أنا آسف، كمل خلاص. مكتوب إن الوزة دي هتطارد اللي ينبش القبر ده أو يندل فيه، وسينفى إلى أرض الموت، وهناك ستقطع أوصاله وتهشم رأسه. مني أنا الأوزة الذهبية حامية قبر الفرعون. واه، انت بتعرف تقرا هيروغليفي وديموتيكي وكوتي وسنسكريتي وسوق ليمون ست الملوخيه سوا. ايه بس يا ابني، العلم ده بفلوس، ما تقولوش لاي حد، مصروف عليه ده. كمل يا باشا. ما خدناش ودينا مع نفسنا، ما عملناش حساب للكلام، بس الكلام طلع صح. وكل الرجاله اللي اندلت المقبره بقوا يسمعوا صوت الوزع، وبعد ما يسمعوا صوت الوزع صوتهم يسرنك السرنيكة دي، وبعديها بكم يوم ناخد في الرجال العسل. ها وبعدين؟ ولا قبليه انا قلت لكم القبر ده طلع منعول، عشان كده انا شيعت القبر علشان تنجدوني انا والرجاله. طب معلش يا ريس، متقال في جملة أنا سمعتها عايز أتأكد من صحتها بس. هو فعلا كل اللي ينزل للقبر ده الوزة بتاخد روحه؟ أيوة، كل اللي ندمت عليه الوزة. ولما هو أيوة يا ريس، يعني مش لاقي مكان غير المقبرة الملعونة دي تعمل لنا فيها الميتنج؟ ما الكافيهات والمولات مغرقة الدنيا يا ريس، كنت قابلنا في مركب في النيل. لا، ده مقصود عشان نحرقكم، عشان تلاقوا لي الحل، عشان لو ما لقيتوش الحل انتوا كمان هتموتوا. واحنا قابلنا التحدي. ما بقيش قدامي غيركم، يعني تجبوه تفتصوه، المهم تجيبوا الحل. وده مش عشان الحل، لا ده عشان انتوا كمان يعني الروح حلوه. ايوه يا ريس متقال، بس احنا لسه ما اتكلمناش على الفلوس، ما تاخذنيش يعني، انت خدتنا على مشمنا. بص احنا لازم نتفق الاول، هنبعت لك ميل في المنيو بتاعنا، هتشوف سعر فك اللعنات، عجبك السعر اتفقنا، ما عجبكش السعر نمشي ونسيبكم ملعونين زي ما انتم. اللي هتفصلوه هنلبسه، واللي هتطبخوه هطفحوه. انا رجعت ليكم، شوفوا انتوا عايزين ايه وانا تحت الامر. بقول لك ايه، افوتكم عاد انا بقى عشان انتوا ايه تشوفوا شغلكم بالاذن. انا بالاذن ايه يا ريس؟ انت هتسيبنا فين؟ هنا في البيت ده
المكان هنا شرح وبرح، ده في كابينة فرنجي بجد؟ وفي شطاف. والدخول قابلز ولا فري عادي؟ الدخول قابلز ايه؟ انت راح تسهر في الكبانيه؟ طب خد بقى عندك، وفي مقبره مفتوحه ووزه مذبوحه ولعنه هتاخد اجلنا كلنا. ايوه مش كله في يوم واحد، هنعمل كل حاجه في يوم. انتوا لازم تقعدوا جنب المقبرة عشان تدرسوا يعني لو في حل ولا حاجة يعني. كلام سليم. كلام سليم ايه يا اهطل انت؟ بقول لك يا ريس متقال، انا المقبره دي اترسمت في دماغي رسم واقدر اشتغل من البيت عادي يعني working from home. اللي نجروا مفيش مروح للبيوت الا لما تخلصوا شغلكم. افاتكم ومفيش سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اوعى تقول لي هطل قدام حد تاني، انت فاهم؟ طب ممكن تبطل هطل؟ تمام؟ تمام ماشي يلا. طب ماشي. طب العنوان طيب عشان لو حبينا يعني نبعت نجيب معدات، نبعت نجيب حواوشي، يعني احنا نقول بتاع الحواوشي احنا هنا هجيب الحواوشي هنا على طول، صح؟ شكرا. حواوشي ايه وكشري ايه؟ انت ازاي رايق كده يا ابني؟ يا ريس متقال، يا ريس متقال افتح. ده مشي، ده مشي يا بمبم. لا انا مش عايز اقعد هنا، انا عايز اروح اجيب فينو لابويا. ابويا محتاج فينو، انا حاسس بيه. اهدى يا جمجوم، انا لازم اروح اجيب فينو دلوقتي. اهدى يا جمجوم، الفرن بتفضل فاتحه للصبح، اهدى يا حبيبي. بعدين انا عايزك تبص لنص الكوبايه المليانه. انت يا ابني مش ملاحظ ولا ايه؟ الوكاله اشتغلت يا ابني والزباين جت اهي. طب احب ابشرك بقى ان ده هيبقى اول واخر زبون. فوق فوق يا بمبم، احنا شكلنا اتلعنا وهنموت. اتلعنا وهنموت؟ امال انت بتعمل ايه يا دكتور؟ مش دي شغلتك؟ انك تشوف اللعنه وتفكها؟ ولا انت دجال بقى؟ ايه يا ابني انت بتسيحني في المكان؟ قول بقى ان انت طلعت نصاب وجاي تنصب على الناس اللي فتحوا لنا بيوتها. انا مش دجال يا بمبم، انا خايف. ايه؟ خايف. الريس متقال ده شكله خطر قوي، ده ماشي بابو الهول عادي ومش همه حد، ده سايب ابو الهول قاعد بره وابو الهول خايف منه ومش بيتكلم. انا معاك طبعا ان هي اللي تزوق منه ان هو يسيب ابو الهول قاعد بره، بس برضه ده ما يخليكش خايف. جمجوم، لو الدنيا دي كلها بعدك انا عمري ما هبيعك، انا هفضل دايما جنبك. لو بصيت ما لقيتنيش جنبك بص الناحيه التانيه هتلاقيني جنبك، الناحيه التانيه او وراك هتلاقيني جنبك. صح ماشي؟ انا عايزك بقى تهدى وتقعد وتمخمخ وتشوف لنا حل، وانا اعتبرني ملاكك الحارس، هفضل سهران علشان احميك. بمبم بمبم، مش هتصحى بقى عشان تحميني زي ما وعدتني؟ ده انت واطي يالا. استغفر الله العظيم يا رب. طب انا هفضل قاعد على اعصابي كده كتير؟ الهمني يا رب، الهمني. انا لازم اقوم اواكب. عايز اروح اجيب فينو لابويا. لا يا جمجوم، مش وقت يا فينو. حاضر حاضر. كل من ينتهك حرمة هذا القبر سينفى إلى أرض الموت، هناك ستقطع أوصاله وتهشم رأسه. مني أنا الأوزة الذهبية حامية حمى قبر الفرعون. صح، لعنة، فعلا لعنة. هنا يرقد في سلام ملك ملوك الأرض خعمع إيه ده؟ خعمع سعفع، خعمع سعفع، دي أغنية دي ولا إيه؟ ماشي، أما نخش نشوف قصة خعمع سعفع. أنا جاي لك أهو. أنت فين يا خعمع سعفع؟ يلا
يا دكتور جمجوم. لا الوزة، لا الوزة، لا الوزة ما تاكلنيش انا. لا كلي بمبم. بمبم يا وزة، بمبم عليه، بمبم عليه يا وزة، بمبم هو ملاك الحياة. لا بمبم غلبان، بمبم غلبان. كل الراجل ابو شنب كيرلي وصوت بيضحك ده. ايوه ابو صوت بيضحك اللي هو قصده رؤوف خليفي المعلق. مين ده؟ رؤوف خليفي اللي هو ويوزع. ده اللي بص. لا انا قصدي عليه هو، قصدي عليه هو. قوم يا دكتور جنبوه. قوم يا دكتور. في ايه؟ احنا جايين ننام ولا ايه؟ في ايه يا ابني؟ ما انت مقضيها نوم من اول الرحله. انا؟ صح النوم يا معلم شمشوم. جمجوم. اي زفت. اصحى. ايه الساعه بقت 9. قوم عشان نشق رجلنا. والنبي نشق رجلنا، ده الواحد وقع من الجوع. ماشي اتفضل. ماشي يا ريس متقال. حاضر. بص يا ريس متقال، انا امبارح فضلت سهران ادرس واحلل اللي بيحصل دهوت. اكمل كلامي ولا هتبص لي كده؟ لا انا بسمع كلامك بس. بص يا ريس متقال، التفسير الوحيد للي بيحصل ده ان ده لعنه. يا سلام، الله عليك يا حبيب والديك. هو ده الخطيب. هي لعنه. امال انت مفكر ايه؟ احنا ناس دارسه واحنا جايين نهرج ولا ايه؟ وبعدين برضه هتفهم كلامي بشكل منطقي لو شفت فيلم وانس اوبن ا تايم ان مقبره. مين؟ اللي هو حدث ذات مره في المقبره. مين؟ اللي هو اتعمل مسرحيه بعد كده عندنا في مصر اسمها واحد فرعون والتاني ملعون. بتاعت محمد نجم وسيد زيان. الله ينور عليك، شفتها؟ لا. بص يا ريس، بحكم دراستي وخبرتي وتحليل انا للمقبره دي اكتشفت ان هي مكان مقفول بقاله فتره. مفيش حد بيخش يفتح شبابيك يهوي يغسل مراتب، مفيش الكلام ده، ما بيحصلش. ريحتها كمان بقت قبر. فعلا. ده خلى الهواء اللي جوه المقبره يعمل نوع معين من البكتيريا النتنه بتمسك لا مؤاخذه في الزور على طول، فتخلي صوتك مهزأ زي ما احنا بنسمعه كده. قصدك مسرنك؟ صوتك مسرنك. ايوه صوتك مسرنج يا ريس فعلا. بص يا باشا، واكتشفت حاجه تانية بحكم دراستي للتاريخ الفرعوني، ان دايما الفراعنه كانوا بيعملوا افخاخ في مقابرهم عشان يحموها من اللصوص والحراميه اللي زيك. مين ايه؟ انا اسف على كلمه يحموها. بيتكلم عموما يعني يا رسمة قلب. وبرضه يعني معلش الفراعنه عندهم حق، ده الواحد بيبقى عنده عربيه فيرنا بيروح يأمن عليها وبيكهرب الدركسيون وبيكلبش الكاوتش عشان ما تسرقش. فيلم ايه وكاوشت ايه وهباب ايه؟ يعني اذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيستلط عاقل. طيب والدليل اللي كان معانا وما ادلاش المقبره مات. كيف مات كيف ايه يا ريس؟ يعني كان بيشرب مخدرات ولا ايه؟ مات كيف ايه اللي كيف مات؟ يعني قضاء وقدر. انت هتكبر ولا ايه؟ فيها يا ريس متقال كيف قدره كده، هو يخلع اللي خلقه؟ لا ما يغلطش ومببم. حسنين يا خال. الشاي اهو يا خال انا جاي. غلطي. احلى كوبايتين شاي. ايه في حد هيحصل له حاجه تاني ولا خلاص كده؟ انت قتلته بالخطأ انا شاهد. لا ابو الهول عمره ما يقتل حد. بالنسبه بقى للحسنيه رسمة قال، هل هو حد اداله بالفاس في راسه ولا هو اصلا مولود بيه؟ بس انا ما خدتش بالي بصراحه. يا ريس بابا لسه مصدق ان اللي بيحصل ده جدع. انا قلت لك من الاول ان هي لعنه. يعني انت كمان بقالك يومين ما تعرفش ابنك فين. واضح انك اب مستهتر، ولو الشك اللي جوايا طلع صح هتبقى مستهتر ومجرم. انا عمري ما كنت مستهتر. لكن ممكن تبقى مجرم صح؟ انت عاوز ايه بالظبط يا بت؟ عايز اعرف الحقيقه. حقيقة ايه؟ ابو النجوم اوعدك ان انت لو اعترفت هعتبرك شاهد عيان. انا عمري ما كنت عيان، الحمد لله زي الفل. الف سلامه عليك.
انا قصدي شاهد ملك، ووعد مني تاني ان انا هقف جنبك في القضيه، بس انت اعترف. اعترف بايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ بص لفوق كده، انت عينك حمرا وكلها عماص وورمه كده ليه؟ استباحه. ايه؟ استباحه. وبعدين صحيت على فجأة. وايه الخربوش اللي في رجلك ده وهما بيقاوموك عشان يهربوا صح؟ بانت. لا عادي وانا نايم بهرش تبلي بصباع رجلي الكبير كده. قتلتهم ليه يا ابو النجوم؟ قاتل مين يا بنت؟ ابنك جمجوم. ابني جمجوم العالم المبجل طلع حرامي يا هانم. حرام ازاي يعني؟ لما يجي من يومين يقول لي يا داد انا عاوز ابيع العربيه، وداد يقول له لا، فيقوم يختفي يومين هو والعربيه. اظن الموضوع واضح يا هانم. عارف ايه هو اللي واضح؟ الشك الكبير اللي جيت بيه وكان جوايا، وللاسف شكله هيبقى كابوس ومش هعرف اصحى منه. بتبيع ابنك عشان حته عربيه، والسؤال الاهم نوعها ايه العربيه؟ هتقتل ابنك بكام يعني؟ بكام؟ قفلت حلقه بجد والنبي؟ بره بره يا بت، بره يا بت، هي مش ناقصه هبل. هلاقيها منك ولا من صحابك؟ مش هسيبك يا ابو النجوم، وعلى الله تلمس اي حاجه عشان اللمسات والبصمات والطب الشرعي. الطب الشرعي هيجي دلوقتي. الله يا بنت المجنونه. ماشي يا ابن الكلب، ماشي ماشي ماشي. كان فيه جماعة بيفحطوا قرب الجبل، ربنا أكرمهم ولقيوا مقبرة استرزقوا منيها، ولما فتحوا المقبرة لقيوا نفس الكلام ونفس الرسمة بتاع الوزة اللي بتحمي المقبرة. يعني في كذا فرع للوزة؟ كذا فرع ايه؟ ما هو سوبر ماركت الوزة الذهبية. كمل لنا يا ريس الحكاية. يكمل ايه؟ ما الحكاية خلصت خلاص. الرجالة بقى ايه اللي حصل لهم؟ ماتوا واحد ورا التاني، اللي بحمى واللي في حادثة واللي اتهوس، إلا واحد بس هو اللي قاعد عايش. ايوه، احكي لنا بقى اشمعنى هو اللي قعد وعاش. ما هو انت لو كنت شفت فيلم ملاعين مقبرة التنين كنت فهمت. الفيلم ده انتاج عام 1982، كمبودي الجنسية. البطل بينجو من لعنة التنين علشان وهو صغير ام التنين رضعته، وفي مشهد النهاية بيبقى التنين ماسك البطل ومقربه منه، وفي اخر لحظة قبل ما يقتله البطل بيعطس في وشه، فالتنين بيعمل كده بيقول ايه ده برد ده ولا ايه؟ خايف طبعا من العدوى، فبيحصل شيء ما مش متذكره بالصراحة. بس هنا بقى التنين بيكتشف ان البطل ده اخوه في الرضاعة، وبيقرر ان هو يعفو عنه ويسود السرور والحب في المدينة. ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا تنينين وتنينات. انت متخلف يالا؟ اولا الكمبود ده فاكهة مش بلد. البلد اسمها كمبوديا مش كمبود. ما هي كمبوديا دي الحجم الكبير من الفاكهة. ثانيا الوزة طائر مش ثدييات، يعني ما بترضعش. انا مالي امال الوزة؟ انا بتكلم على التنين، التنين بيرضع. وافرض بترضع وزة فرعون كان يرضع منها كيف وميتة. مش عارف بقى اللي بيشوكني في قفايا ده ناموس ولا شنب الريس متقال. انت بتقول ايه؟ بقول لك يا ريس، يعني هنروح للراجل ده امتى عشان نعرف نيجي ازاي؟ الصبر 5 دقايق وهنشوف الراجل بذات نفسيه. 5 دقايق؟ احنا بقالنا 9 ايام ماشيين. انت عارف انت كنت عملت ايه؟ خليت الريس عرفان يمسكنا في ايده كده ويطوحنا الناحيه التانيه، كنا هنوصل هوا. يلا. ولا جمجوم ايه؟ بص، طب ممكن تبطل هطل؟ على فكره الكلوب اللي انت ماسكه في ايدك ده ريحته تقرف. وانت مش بتفكر تغير الكلوبات بتاعتك خالص يا ريس؟ جبري لم العفج. هو انت برج ايه؟ اصل شنبك برج وطبعك برج ومش عارف لك دخلك. عم شندي، عم شندي مالك يا عم شندي؟ مات؟ لا اله الا الله، الراجل فضل عايش كل ده هو وجاي يموت في اللحظه دي. الله يرحمك يا عم شندي. اخرجهم يا جماعه. ايه ده؟ الراجل طلع بيصلي. ايه؟ حرام عليكم خليتونا نفولوا على الراجل. ما فيهاش حاجه يا رسمة تلمة، كلنا هنموت يعني عادي. حرام يا عم شندي، عاش من شافك يا راجل يا
جمعا يا ولدي. مين اللي بيضحك؟ مين اللي بيضحك؟ لا مؤاخذة يا رشندي، امسحها فيا. خلصتوا ضحك يا راجل ولا عايزين تتمسخروا عليها بابا؟ خليها بظروفها يا ريس متقال، يعني افرض الرئيس شندي قال حاجه وزعق فجاه، اكيد هنضحك طبعا، وبعدين الضحك ده بشرة خير. طيب الحمد لله. اسكت عم شندي، البهوات جايين عشان يسمعوا منيك اللي حصل من 20 سنة لما فتحنا المقبرة. احكي لهم حكاية الوزة زمان من سنين كتيرة، ما عرفش قد ايه. لا اله الا الله، هو ايه اللي ما عرفش من قد ايه؟ ما هو قال من 20 سنة يا رشندي. ما بس بقى، سيب عم شندي، سيبه يحكي لنا حكاية المندي. لا هنقوم نرجع. قصدي الوزة، معلش. احكي لهم يا عم شندي. زمان من 20 سنة، من 20 سنة أنا وجماعة قرايبي اعثرنا على مقبرة فرعونية جنب الجبل. لما رحنا هناك لقينا كلام مكتوب على بابها. الكلام ترجمته ايه؟ كل اللي هيحاول ينتهك حرمة هذا القبر سينفى إلى أرض الموت. محدش مننا اهتم بالكلام اللي اتقال. المقبرة خيرها كان كتير، كل اللي كان شاغل بالنا القرشين اللي هناخدهم لما نبيع الحاجة اللي جوه المقبرة. عدى يومين بعد ما خرجنا من المقبرة والرجالة ابتدت تموت واحد ورا التاني، اللي محموم واللي مسموم واللي اتلحس عقله وانتحر، لحد ما في يوم وانا راجع وماشي في الغيط سمعت صوتها، صوت الوزة. فضلت اتبع الصوت ولقيت من بعيد ضي شديد. لما قربت منه شفتها وزة بيضة بياض التلج، وبياضها يعمل عين. الحق! ما تبصش في عينيه، ما تبصش. مش قادر ما ابصش، عينيه لونها تحفه. يا تقول ما شاء الله، قول ما شاء الله. ما شاء الله. ساعتها قلبي انقبض لما شفتها، وافتكرت الكلام اللي مكتوب على باب المقبرة. حاولت اهرب واجري، رجليا ما اتحركتش ولا خطوة، زي ما كنت شليت، والوزة عمالة تقرب مني، ولا لا عارف اخرج واهرب ولا صوتي راضي يخرج من حنكي. فضلت تقرب لحد ما وشها بقى في وشي، وبياضها ابتدى يعميني. واخر حاجة شفتها الوزة وهي بتحط جناحها على صدري. اول جناحها ما لمس صدري قلبي وقف وطبيت ساكت. مات ازاي؟ ما هو قاعد قدامك اهو. لا موت صح. شفت يا ده انا سيناريست. ياض هو السيناريست ده بني ادم عادي؟ توكس خد ثانويه عامه الاول بس موت لدقايق معدوده.
حظي إن واحد من أهل البلد شافني وأنا مرمي على الأرض، شالني شيل وجري بيا على الوحدة الصحية، لحقوني فقدت بصري صحيح، لكن الحمد لله إني لسه عايش. محدش يدخل قبر بتحميه الوزة ويفضل عايش. لو رجلك خطت خطوة واحدة في المقبرة يبقى الموت أصبح دين عليك ولازم توفيه. في كروان، خايفين من ايه كروان؟ انا الاجواء كلها مخوفاني. اللي انا سامعه ده نهار اسود. ده صوتي؟ صوتي جمجوم ولا جمجوم. وداع يا دنيا وداع على اللي باعه وما كملش. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ولا جمجوم في ايه يا ابني؟ ايه ده؟ هو الريس متقال نايم معانا ولا ايه؟ لا ده صوت انا. ايه ده؟ وصوتي انا؟ يا نهار اسوح، الله يخرب بيتك. انت عملت ايه وانا نايم؟ اكون عملت ايه يعني رحت لعبت في المقبره وجيت؟ دي اللعنه يا ابني. لعنه؟ ايه ده؟ اسمع يالا، الوزة المفترية جاية. ايوه جاية بعد شوية، جايبة معاها لعنات. يا نهار اسود، اجري يالا اجري، نزلنا من المركب دي. انت ايه اللي ركبك انت؟ انا معرفتش. يلا بسرعة افتحوا الباب. افتحوا لنا الباب. الحق يالا، الراجل في بطنه عين سحرية. ما تبصش بقى، مش قادر ما بصلوش. ودوني لماما لوز، ودوني لماما لوز. اساعدك ازاي يا حسنين؟ ما خلاص الفاس وقعت في الراس. انا مصدع. مصدع ايه ده؟ انت واخد كده فاست في دماغك اهو. حاسب يلا بسرعة. اهو اتفضل يا حضرة الظابط. هو ده السوابق التالي الوترة، ده اللي قتل جمجوم وبين حضرتك. خير يا سعاده الباشا؟ الاستاذه بتتهمك بخطف ابنك وقتله هو وصاحبه. معقول يا باشا؟ معقوله تمشي ورا كلام بنت هبله زي دي؟ طب وانا هقتل ابني ليه عدم المؤاخذه؟ ما تحاولش تنكر يا ابو النجوم، انا عملت اتصالات وتحرياتي وعرفت انك سوابق وميه من تحت تبني. تحريات ايه واتصالات ايه؟ ده انت لسه سامع مني الكلام ده من 10 دقايق. ايوه يا فندم، ما الصحفي الشاطر اللي يمكن يكشف عن مصادره. مش قلت لسعادتك يا باشا ان البنت دي هبله وما تمشيش على كلامها؟ امال وشك اتخطف وجاب 100 لون كده ليه؟ الهيبه يا باشا، ربنا يزيدك من نعيمه. وبعدين انا هقتل ابني ليه؟ ده ايدي ورجلي، ابني الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا. حد يقتل روحه؟ ده نهار. بابا ابني حبيبي يا نور عيني. بابا شفت يا بابا؟ شفت العصابه يا بابا كانوا خاطفيني، انا كنت مخطوف. ايه؟ حلوف كان ولا زال حلوف يا باشا، حتى لو تلاحظ من تفاصيل جسمه لسه حلوف بقى. ايه ده؟ انا صوتي ظبط يالا. وانا كمان صوتي ظبط، صوتي رجع. لا انت صوتك لسه ملعون. والله العظيم انا صوتي كده اصلا. الحمد لله يا رب، الحمد لله. جمجوم ما تحاولش تنكر، انت ابوك هو اللي كان خاطفك انت وبمبم وانت عايز تخرجه منها زي الشعر من العجين، صح؟ انت قرشه ملحتي، انت قرشه ملحتي ليه يا بنتي؟ هو انا جوز امك ولا مؤاخذه؟ معقوله يا فندم يعني الراجل يبقى خاطفنا فاحنا نهرب منه نروح جايين له البيت؟ مش لوجيك حتى.
يعني ما كنتوش مخطوفين ولا حاجه؟ اطلاقا. لا يا فندم ما تصدقهمش يا فندم، الناس دي وراها حاجه وانا احلف لك ان انا مش هسكت الا لما اعرف وراهم ايه. اتفضل انت يا باشا نورتنا. انت عارفه تهمه البلاغ الكاذب وازعاج السلطات ايه؟ لا بلاغ كاذب ايه وازعاج السلطات ايه، كفر الشر. اتفضل انت يا فندم، وانا اوعدك ان انا بنفسي هبلغ رؤسائك عن سير التحقيقات واخر المستجدات، والسلام امانه لمحمد بيه. حضرتك هتتفضلي معانا عشان تسلمي على محمد بيه وتبلغي رؤسائي ونقفل المحضر القديم ونفتح المحضر الجديد. ايه خد نفسك. المحضر الجديد بتاع ايه يا فندم؟ ازعاج السلطات. اتفضلي قصادي. حاضر يا فندم. هو سيد بيه كمان موجود النهارده مش كده؟ كلهم. محمد بيه وسيد بيه؟ تمام يا فندم، ده يبقى النهارده يوم تاريخي. وعم ابراهيم برضه موجود. ايوه عن اذنك. اتفضلي اتفضلي. ظهر الحق، العدل لازم ياخد مجراه يا سعاده الباشا. يا بابا انا اول مره احس ان انت بتحبني وقلقان عليا قوي كده. العربيه فين يا روح امك؟ وحياه امي لو كنت بعتها لاكون خاطفك، وانا ما برجعش مخاطيف. ليه ما ترجعش مخاطيف ليه؟ ما الرئيس متقال بيرجع مخاطيف اهو عادي. العربيه وقعت وانا كمان والله العظيم اقسم بالله مفتاحها. الحلال عمره ما يضيع. معلش بابا حبيبك اللي بتجيب له فينه ما فيهاش حاجه، بعدين هو اول مره يلطش لك يعني. يلا بص للجانب الايجابي. بتبص فين؟ على الجانب الايجابي. لا الجانب الايجابي كده. بتبص فين يا ابني؟ الجانب الايجابي جوه دماغك يا حبيبي. بص للجانب الايجابي، احنا دلوقتي الحمد لله رجعنا بيتنا وسط اهلنا، صوتنا رجع لنا تاني. الحمد لله صوتنا رجع لنا تاني، الحمد لله يا رب. اعتقد اللعنه دي كده اخرها سوهاج. لا لان احنا لما عدينا تاني اتقنا كان صوتنا برضه لسه مسرنج. بلا تانية بلا تالتة. بقول لك ايه، اللعنه دي كده خلاص اتفكت. او ما اتفكتش، انا مش عايز افكر، انا دلوقتي عاوز اروح انام. السلام عليكم. تعالى هنا، رايح فين؟ اتفضل ده بيتي انا، هتخش تنام عندي؟ اتفضل بره. ماشي بره. ماشي. عم ابو النجوم بره يا نتن. بس يا ماما سيبيني انام يا ماما، لما اصحى العب معاكي. ماما طبق اللبن تحت المكتب في مكانه يا حبيبتي، روحي. ماما لبن قومي يا قطة. ايه ده؟ وانتوا جايين تقبضوا روحي خلاص؟ يا خساره يا دنيا. طب ما تروحوا تقبضوا روح جمجوم الاول، هو في الدور الثالث الشقه على يمين السلم على طول، هتلاقوا ماشيه كده مكتوب عليها يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، اتفضلوا اقبضوا روحوا وتعالوا اقبضوا روحي بعدين. اخير ربه كريم برضه. جمجوم وعملوا فيك ايه يا ولد؟ كتروا عليا يا بيمبي. كتروا عليك ليه؟ كتفوني. قول والله. والله كتفوك وانت عادي كده؟ لا ما انا كنت نايم. كنت نايم بس كنت حاسس؟ لا كنت حاسس. طب وعرفت ازاي بقى ان هم كتفوني كده ومسكوني كده؟ لا تقلقش. في ايه؟ انت هتفتح لي تحقيق؟ ما انت يا معفن نقلوك بالسرير ما حسيتش. سرير ايه؟ ايه ده؟ ده سريري. هو سرير ازاي؟ احنا فين؟ وبعدين مش دول حسنين وحمدان اللي اتقتلوا قصادنا؟ هم فرحين وميتمين ما ماتوش. افتنك موتهم كان افتنك. ايه الصوت ده؟ هي اللعنه اتفكت ولا انت بلغت ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ فرحنا كده. واللعنه كمان افتنك، واقول لك احنا كتفناك. كتفتوني كده؟ افهم بقى يا بمبم، كلنا اتكتفنا. للاسف احنا اتلعب بينا الكوره من الناس الزباله دي. حسنين ضيوف. لا بالعكس سيبه خالص، ده القفا فوقني جدا والله، خلاني مركز. فوقني؟ هو اداك دش يا ده اداك قفا. رئيس متقال انا مش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. تاخد لك قفا بسيط كده يا وعيس. كنت يا ابني بمبم يا ولدي، انا هقول لك احنا ليه عملنا فيكم المغرز ده. احنا بعد ما فتحنا المقبره ولقينا فيها خيرات ربنا واجهتنا اشكاليه بسيطه. الحاجه كلها طلعت من المقبره يا خال واتخزنت، فاضلش غير اللي هيشحنها على مصر للمشتري. انت خابر يا حسنين يا مختي ان احنا ما نقدرش ننقلوها لحالنا عشان الحكومه. ما انا نشحنها ازاي يعني؟ دي تشل؟ لا بدي. وعلشان احنا ايه دايما ده؟ الاوائل احنا الوحيدين نشحنها في المخدات؟
باللي تحتيها. تحتيها المراتب. تصدق انت فيك روح من امك. كيف يا خال؟ جاموسه اهو اختك. يا سلام يا سلام، يعني الاعلان اللي انا عملته عجب الناس اهو وجاب لنا شغل. عجب الناس؟ ده واحد بس اللي شافه وشافه صدفه اصلا. انت مفكر يعني الاعلان كسر الدنيا؟ كتفوك ازاي يا كتفوني كده من غير ما تقلع بقى. اكتم انتوا ايه؟ بررم مش عايزين نكمل الحكايه ولا ايه؟ معلش يا ريس متقال، قسم ومتعنا. قصدي كمل وقول لنا يا ريس متقال، احنا مالنا ومال لا مؤاخذه بضاعتك. مالكم كيف؟ ما انتوا اللي نقلتم البضاعه، امال انتوا فاكرين ايه؟ اللي عناه وما لعناه شيء، احنا اللي عاملينها عشان نكسب شويه وقت قبل ما نخزن وننقل البضاعه في عربياتكم. ايه كده المساخيط كلها جوه العربيه يا ريس. عارف حسنين وحمدان فيه بيقفلوا الميك اب بتاعهم. لا يلا يا عرايس مش وقت حنتفه. ايه رايك يا ريس نجنن كده مش كده؟ جميله يا روبي جميله. بقول لك ايه؟ قول. اتصل بالرجاله اللي في المقبره خليهم يطلعوا الوزع. امرك يا كبير. وادعي لهم ربنا يوفقهم يا رب يا رب. احنا هنحصلهم على الصبح. زين. طب والوزه وصوتنا اللي رفعت وصوتك اللي رفع ده كان ايه؟ عامل دايت؟ الهليوم. سلاما قولا من رب رحيم. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. خفيف على مين؟ بس الهليوم ده اسم كبير الجن. الهليوم اسم كبير الجن؟ امال الجمجوم ده ايه؟ اسم الشيطان؟ ايه الهليوم ده يا كبير؟ غاز الهليوم ما خبرهوش شيء، ده اللي بنحطه جوه النفافيخ ونسحب سحبه ببقنا يقوم صوتك يسرنك. اللي في البالونه فعلا صوتنا كان مسرنك. ايوه انا صوتي طول الليل كان عمال يسرنك لوحده. برافو عليكم. مسرنك ولا مش مسرنك؟ احنا ضخينا الغاز الهليوم ده في كل البيت راح صوتكم ماله؟ سرنك. برافو عليكم. الله خطه في منتهى الذكاء، مقفله محبوكه حبكه تمام. اسمح لي انا هستوحي الخطه دي منك واعملها فيلم واقعي. نفسي اعمل فيلم واقعي. ماشي ربنا يوفقك. وبعد اذنك طبعا يا ريس متقال الفيلم ده هيبقى بطولتنا احنا، وبعد اذنك يا مؤلف يا كبير هنسميه الاهطل والعبيط. انت مالك انت؟ انا المؤلف انا اللي هسميه النعامه والطاووس. النعامه والطاووس ده بتاع مصطفى شعبان وغسمه. هسميه الزعامه والطاووس. هجيب عادل شكل وبسمه. كتفوك ازاي؟ كتفوني كده. اكتم يد منك ليه؟ ايه؟ الخطة حلوة بس الحلو ما يكملش. احنا رحنا عشان ناخد العربية من عندكم، ما لقيناش العربية. انتوا تدونا العربية واحنا نديكم حسناتكم. معلش يا ريس متقال، بس هو في سوء تفاهم بسيط. هو بابا خد العربية ومشي الصبح وانتوا جيتوا خطفتوني قبل ما بابا يرجع. بابا مين هدي اللي خد العربية دي؟ ده العربية دي يطلع فيها ركاب ده. راب اهدى يا ريس متقال. روح فيها ركاب. ما حصلش حاجة، الموضوع بسيط جدا. بابا خد العربية هيروح بيها مشوار وبعد كده هيرجع من المشوار. مش بابا هيرجع يا جمجوم؟ ايوه هيرجع يا بمبم. هيروح فين يعني؟ هو احنا لينا بيت تاني يتلقح فيه؟ خلاص ما تقلقش يا ريس متقال، احنا كده فهمنا طلبك ايه. 3 أسابيع ان شاء الله بأمر الله وهنرد عليك. يلا يا بمبم. معاك لحد الديك ما يقول الله اكبر. انت عايز تجننا بقى ولا ايه؟ هو في ديك بيتكلم؟ الديك هيدن يعني. معلش. معاك لحد الفد والعربية تكون عندنا. وابقوا قلوا عقلكم وبلغوا الحكومة. انتوا عارفين اللي هيحصل. لا ما تطلعش منك دي يا كبير. هنبلغ الحكومة هتخلص علينا، معروفة يعني، معمولة في كل الأفلام الرخيصة. ايه؟ خلاص يا ريس متقال فهمنا. تأمرني بحاجة تانية أنا وبمبم ولا نتكل على الله؟ ليه؟ تتكلوا على الله فين؟ احنا زي ما جبناكم هنروحكم. وبعدين يا بمبم هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هناكل. احنا على لحم بطننا من ساعة ما صحينا عند الريس متقال. هو انت ليه يا ابني معدتك ما بتحسش بالمصايب زي بقية البشر؟
وليه برضو مش قادر تفهم اننا هنموت لو ما رجعناش العربيه للمجرمين دول؟ اديك قلتها اهو، العربيه والعربيه مع ابوك، وابوك الله اعلم راح فين دلوقتي، يبقى ناكل لحد لما ابوك يجي، المنطق بيقول كده. مين الصعايده اللي كانوا خارجين من شويه دول يا ليه؟ ايه يا عم، ايه اللي مين الصعايده؟ هو احنا بنات ولا ايه؟ صعايده عادي، اصحابنا جم ومشوا. بابا وحشتني قوي يا بابا، وحشتني قوي، وحشتني العربيه بتاعتنا، عربيتنا. ها هي فين؟ العربيه؟ حلوه العربيه، نايس. نايس ايه يا بابا؟ انت مبسوط كده ليه وانا بسالك على العربيه؟ بعدين حسست على جيبك ليه؟ انت حطيت العربيه في جيبك؟ لا يا خفيف، فلوسها هي اللي في جيبي. نهارك اسود، انت بعتها؟ انت مال امك انت علي؟ لا مالي ونص كمان، عشان العربيه دي لو ما ظهرتش انا وابنك هنموت. تموتوا ازاي وانا عايش علي؟ ما انت كمان هتموت معانا. بابا ارجوك بابا، خدنا للراجل اللي بعت له العربيه وانا افهمك كل حاجه في السكه. انت قلبت هنت اللي يالي. معلش بابا معلش. هتيجي معايا كده؟ هفهمك كل حاجه في السكه بابا. يلا بابا يلا يلا جمجوم كمار. ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. يا بابا يعني انت ما لقيتش غير واحد بتاع خرده وراح تبيع له العربيه؟ انت عاوز تجلدني يا بابا؟ ما انت لو ما كنتش عامل حاويط ومخبي ورقها ما كنتش خليتني اعمل كده. يعني انا برضو اللي غلطان؟ يا رب يا رب يا ترحمني يا تاخده. منور يا معلم ابو النجوم. ايه في عربيه جديده وعايز تحرقها؟ ايه ده؟ انتوا حرقتوا العربيه؟ انتوا حرقوا العربيات ليه يا جماعه؟ انتوا هنود ولا ايه؟ حرق العربيات يعني عربيه مسروقه وعاوزين نبيعها. يا حمار انت وهو. عايزين نرجع العربيه يا معلم. هو في ايه يا ابو النجوم؟ من امتى بترجع في بيعه؟ معلش ظروف طريقه. بس ايه؟ اوعى تكون اتصرفت فيها. لا والحمد لله موجوده، احنا بس غيرنا شكلها شويه سنه كده. سنه ازاي يعني؟ يعني لف وانت تتفرج على السنه. سلام. واضح ان المعلم زيدان لف العربيه لفه هدايا. ايه ده؟ هي دي العربيه؟ وانا فاكر ان احنا مريحين على كنبه. تفتكر التماثيل لسه سليمه يا دكتور جمجوم؟ انت شايف ايه يا دكتور بمبم؟ والله لو متغلفه كويس وحاطط معاه الفلين الابيض اللي بيتفتفت ده يبقى اكيد الفلين ده اتفتفت. على فكره العربيه دي قديمه وعظمها جامد، يعني تستحمل الكبس. هو انتوا عميتوا يا جماعه ولا بتستعموني؟ انتوا مش شايفين ان العربيه اتدربكت في قلب بعضيها زي علبه الكشري الفاضيه؟ يا ابني لو انت شفت فيلم جماجم بتهاجم هتعرف ان مفيش حاجه اسمها مستحيل. انا غلطان يالا ان انا عايز ابقى متفائل. انت كده اهطل مش متفائل. عموما خلاص ربنا يرحمنا يا رب. الرئيس متقال هيدفننا صحيين. يدفن مين يا وانا عايش؟ انت بتستقلب امتى ابوك ولا ايه؟ والنبي ما تتجعرنش قوي كده عشان انت اصلا ما شفتش الرئيس متقال. يا بابا الرئيس متقال ده اخطر منك بكتير. انت كده بتهن يا يا بابا اصله عذراء ولا مش عذراء؟ هو انا هتجوز امه؟ يا بابا هو برج العذراء، يعني غلاوي وسماوي وكياد وقطته جمل. سيبكم الكلام الفارغ ده. انتوا لو سمعتوا كلامي هطلعكم الموضوع ده زي الشعره من العجين. هو من الواضح ان احنا ما قدامناش غير ان كلنا نسمع كلامك، والا هنروح في توكر. ساعتها بقى فك الكرب يا رب. ايه يا بقر؟ ايه ولدك فين يا جدع انت؟ ولد مين؟ انتوا مين وعاوزين ايه؟ بقول لك ولدك فين يا جدع انت؟ ولدي يا عم انا مش متجوز اصلا. ده شكله هيتعبنا معاه ده ولا ايه؟ انت ناخدك معانا للرئيس متقال. متقال ايه ده؟ يلا ايه؟ يلا قدامي يلا قدامي. ايه ده؟ انتوا مين؟ وعاوزين مني ايه؟ انا راجل غلبان مش حامل اي بهدله يا باشا. فضك من حديث الموسخ ده. قول لي العربيه فين يا جارشهم؟ عربيه ايه يا باشا؟ عربيه الكبده. عربيه الكبده؟ ايوه. انت عارف البيت بتاعنا؟ ايوه. هتنزل تخرج من الباب
تحود يمين. ربنا يجعلنا من اهل اليمين. امين يا رب. هتمشي لاخر الشارع هتلاقي العربيه شمال. نشتروا منها. لا ما تاكلش منها. احلى عربيه كبده ممكن تاكل منها اللي تحت كوبري الدقي. اي خدمه. انت رايق عاد، انت عمال تتمسخر عليا. انت ما تعرفش اللي بيتمسخر عليا بيحصل فيه ايه؟ معاش ولا كان اللي اتمسخر عليك يا باشا. انا ما اعرفش بس انتوا عايزين مني ايه؟ العربيه بتاع الواد ولدك فين؟ مش الواد ابو دماغين في بعض ده ولدك؟ ها؟ ولدي ودماغه تبعي. طيب العربيه فين؟ اديك قلتها بنفسك يا باشا. الواد ما اعرفش عنه اي حاجه. العيال الزمان ده يختفوا يوم 2 ساعه 2 حد 2 حسنين محمدين سنه وسنتين. وانت يا ريس تقولي الواد فين؟ اكتم. حاضر. الزرازير اللي على جفاها طيرناها. مبروك يا باشا. رجاله وطبوه. تكشي خلجاتك تاني بقى. ها حاضر. والله واجب علينا يعني. ما تلعبش في التراب كتير، وسخت يدك. حاضر يا باشا حاضر. بتعمل ايه يا باغلي منك ليه يا دموسه؟ انت مش قلت وضبوه؟ انت بتزعل خالك. انت ما تعرفش وضبوه يعني ايه وضبوه يعني؟ عرفان ضربوه. انت جيت يا حبيبي، ده انا مستنيك. الراجل مات ودخل النار. كفايه عاد، انت تخدش من الضرب. الجول جولك يا ريس عرفان. اطلع بريك انت هفن. ايوه كده. رايح فين انت؟ انا بس كنت عايز الحق الرجاله عشان اشكرهم على تعبهم معايا. لا انت متذنب انت، ما تخرجش معاه. بقول لك ايه، هتتكلم ولا نكملوا بعد البريك؟ لا نكملوا بعد البريك. لا بعد البريك هقول كل حاجه يا ريس. بعد البريك هقول كل حاجه، بس اديني الامان عشان العيال دي ممكن يبعزقوني. معاك الامور. سمحت. اتفضل. بيت مسك الدور الكام؟ الدور التاني. ولاد مسك دول يا باشا عين أعيان المنطقة. هي مسك صحيح أم بمبم، بس كانت تعتبر جمجوم ده زي ابنها بالظبط. تقريبا هي اللي مربياه، عشان كده بقى اسمهم ولاد مسك. سامي الباب. مسك طول عمرها يا باشا بتشتغل في الشمال، سرقة، مخدرات، سلاح، دعارة، أي حاجة حرام من الآخر. يعني دايما كانت تقول الإيد البطالة نكسة. بصمات لسه ناشف. العيال دي لسه سايبه الشقه حالا. الحقهم بسرعه. طبعا ابنها بمبم وجمجوم أعز أصحابه شغلتهم معاها من صغرهم. الواد جمجوم أول ما مسك قرش في إيده من الشغل الشمال خرج عن طوعي، ومن يومها بقى اسمهم ولاد مسك، أخطر تشكيل عصابي في المانيال. ومسك طول عمرها يا باشا مدلعة أولادها، عمرها ما بخلت عليهم بحاجة.
لسه مستنية. وهم كمان كانوا يحبوها وعارفين فضلها عليهم، ولو عازت عينيهم ادوها لها. كانوا دايما يقولوا لي الام مدرسته. يا جدعان بس يا ريس. الله، امال ايه دكتور وما دكتور شيء، وعلم ابراج ونتفتي وفلك، وايه الوش الهبل اللي هم لابسينه ده؟ كل ده كفر يا ريس. كفر؟ كفر. استغفر الله العظيم، الواد ملحد. كفر يا ريس، يعني غطا. غطا عشان يبعدوا عين الحكومة عنهم. والله ده كل اللي اعرفه عن ولاد مسك. وزي ما قلت لحضرتك انا حيالله ابوه، يعني اخر اعمل لهم كوبايه شاي، احضر الاكل، اغسل المواعين، اغسل السجاده، اعمل لهم، اغير كفوله. يعني تشتغل حته تريكوه، تشتغل حته كنفوه. لا مش لدرجه الكنفاه يا ريس، يعني ما تنيش. ليه؟ انت مش الخدامه بتاعتهم. بقول لك ايه، انا خابر ان انت شمال الشمال، ومش بعيد تكون ان انت اللي مشغل العيال دي. ده انا ما بشتغلش مع حد، انا قلت لك كل حاجه، عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق اعلى ما في خيرك اركبه. اعلى ما في خيرك اركبه. كمان حصلت تجيب سيره الخيل. انا اسف يا ريس، انا هقول لك كل حاجه بكل امانه. انا بشتغل معاهم بس عمري ما نزلت معاهم عمليه، غايه ما فيها ان انا اقضي لهم مصلحه، الف لهم سيجاره، اجيب لهم ولا مؤاخذه نسوان. تجيب لي ولدك نسوان يا راجل يا نجس؟ لا جمجوم ما كانش ليه في الجو ده يا باشا، اصله كان مرتبط بالبت اخلاص. هو في ايه يا جمجوم؟ طب لو في حوار قول لي يا زميلي. طب رايحين فين انت؟ في حاجه يا جمجوم؟ ابن عريقك يا اخلاص دي جمجوم من صغره روحوا فيها، بس اهلها كانوا رافضينه عشان مشوا الشمال. ايه في ايه؟ اثبت يد لا شقها. ايه انت بخير؟ انا كويس يا زميلي. ما تقوليش يا زميلي عشان الحاله بتجيلي. ايه انت العريس؟ لا مش انا. انت العريس؟ انت العريس؟ انت العريس؟ لكن انا العريس ومش عارف يا اخوانا. العريس يا واد بطل هبل. تعالى يا في ايه؟ انت مش عارف يالا ان البت اخلاص دي تخصني؟ ده الحاره كلها عارفه، دي سيرتها على كل لسان يا. والله ما اعرف، والله ما اعرف. اديك عرفت ولا تحب اعرفك؟ اقسم بالله خلاص عرفت. طب زق من هنا طيب. اقعد هنا يا. ايه ده؟ جاي تخطب وجايب معاك دنش وبقسماط بالعجوه؟ انت فراني يا. يلا من هنا. طيب يلا. طيب خلاص. ايه ده ايه ده؟ انت لابسه تاريخي ليه يا حاجه؟ هو انت جاي تخطبي التومان باي؟ يلا من هنا. خش انت جوه يا مصر. صباح الخير يا مصر. لا دكر حلوه قوي البونطه اللي انت عاملها دي، جاي تبلطج عليا انا امي؟ هو انا مش قلت لك ما بحبش شغل الجنان ده؟ وانا مش قلت لك قبل كده يا بت ان اي راجل غريب يخش البيت ده اطلعه لك على ظهره؟ وانا مش قلت لك ما بحبش الهزار ده؟ وانا مش قبل كده قلت لك ما تمديش ايدك عليا؟ ومش قال لك قبل كده ما تمديش ايدك عليه؟ هو انا مش قلت لك ما تمديش ايدك عليها؟ بره يا نور، اطلعوا بره. الواد الناتن خد البصمات معاه. بره يا حاجه معاهم. يلا ما تجوش هنا تاني ولا توريني وشك تاني ولا عمرك تكلمني في جواز تاني الا لما ربنا يتوب عليك من اللي بتحببه ده. حتى اخلاص كانت رافضه تتجوزه غير لما يتوب. اسمع يا منطقه، البت اخلاص بنت عم مندور المسحرات تخصني. نقول كمان البت اخلاص بنت عم مندور المسحرات تخصني. اي ذكر يتشقلب يتدنجل يتحنجل يتبرجل ويبقلل دماغه توديه يروح نواحيها قطع وش. ما تعيطش بقى، ياد الكبار ما بيعيطوش. امشي ياد يا عصام، ما تعيطش بقى خلاص. يلا يا عم انت وهو، يلا يا اخويا يلا يا عم. وفعلا اتفق جمجوم وبمبم ومسك انهم يضربوا ضربه اخرانيه، يعملوا منها غله
ويبطلوا شغل بعدها. توكلنا على الله. كله يثبت مكانه، اللي هيتحرك امه هتلبس عليه الاسود. اخشى يا ياد انت وهو. فين صاحب المخروبه دي؟ مين بيسأل عن مشميشي؟ خد يا ابني، دي تاخد كريمه وفستق على الوش وتخش الفرن بعد 3 ايام، مفهوم؟ انتوا ال3 بس اللي عاملين الدوشه دي كلها. انتوا مش عارفين اني ما بحبش القلق في محلي ولا ايه؟ فين الفوليه يا مشميشي؟ ما تخليناش نعمل نايبه وترجع تندم عليها. قول الفوليه فين وانا هطلع من هنا من غير ما اموت حد. تموت مين يا ابني انت وهو وهي؟ انتوا شكلكم ما سالتوش على المشميش. لا سالنا يا زميلي وقالوا لنا ان انت تالت محل على الشمال. لا ما سالتوه يا عم، قلنا لك سالنا، بالاماره قالوا لنا ان انت راجل هلس وعيل. كدابين، انا مش عيل. لا عيل ولسه بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي. لعلمك بقى ميكي دي للكبار والصغيرين، انا ابويا ما بينامش الا عليها. يبقى ابوك كمان راجل عيل. قول بقى فين الفوليه وما تخلينيش ازعلك. تزعل مين ياض؟ هو انتوا مفكرين تخشوا عند المشميشي وتسرقوه وتاخدوا الفوليه كلها واسيبكم بالساهل كده؟ يا ابني انت وهو وهي انا فروعي في كل مكان. ده مفيش استراحة على أي طريق سريع إلا لما فيها كشك للمشميشي، يعني هجيبك. طب انسى بقى إني قلت إن أنا هطلع من هنا من غير ما أموت حد. فين الفولية؟ خلاص يا بمبم، انسى الفولية يا بمبم. راكنين غلط يا بمبم، الونش لو جه يا بمبم هيكلبشني يا بمبم، مش مهم الفولية يا بمبم. خلاص عرفتوا إن اسمي بمبم؟ طب أهو. تسلم ايدك يا بمبم. اما يا مسك اعمل لنا لقمه والنبي اما عشان وقت. ايه ده؟ معقوله نبقى لسه سارقين المشميشي يقوم بعت لنا كيلو مشكل هديه؟ ده راجل ذوق قوي. ده سايب لنا كمان جواب مع الحلاوه. تعالى اما نشوف كاتب فيه ايه. بس للاسف يا باشا اتلطوا في ناس غلط، كانت النتيجه انهم خطفوا مسك ومش هترجع غير لما يرجعوا الفلوس اللي سرقوها وعليها 5 مليون جنيه تعويض. فهمت ليه لما كنت بقول نبطل يبقى ايه؟ بس انت ما قلتش نبطل. امال قلت ايه؟ قلت لي يلا. طب لما اقول يلا يبقى ايه؟ يبقى يلا. ولما انت ظهرت كنت تقنا جاب بالنسبه لاولاد مسك، هم كانوا عارفين من الاول انك تاجر اثار، وبعدين لما خطفتهم سيسوكوا في الاول لحد ما هرشوا اللعبه. كانوا عارفين ان انت عايز تهرب معاهم المساخيط من الصعيد لحد هنا، لبدولكوا في الذره، لحد ما قفشوا المصلحه ورجعوا على مصر عشان يدفعوا الديه لامهم. واه انت تقصد ان العيال دي استغفلوني؟ العفو يا باشا، بس لا مؤاخذه يعني انت اللي ابتديت. ذكر الكلام. اشمعنى؟ يعني على السكه وعالدغري زي ما بتقولوا. نهايه الكلام، العيال دي تلزمني وانت اللي هتوصلني ليهم. لا يا ريس ما اقدرش، ده كانوا ينفخوني. وهو انا يعني اللي هوديك ملقه في ايجيبت؟ ما انت لو ما وصلتنيش للعيال دي هتموت. شوف يا ابو خالو، انا راجل تاجر وفلوسي مع العيال دي، يجوا في فلوسي ويقدر ما دخلك شر. كلام معقول، بس ابوس ايدك يا ريس، اوعى تغدر بالعيال دي بعد ما اسلمهم لك. العيال ولاد مسك دول ولاد شياطين، لهم في كل خرابه عفريت. تيجي تغدر بيهم يغدروا بيك، تتعشى بيهم يتغدوا بيك، تيجي تلهيهم اللي فيهم يجيبوا فيك. ويقومون يا خالتي اللتات، قل من الادب قلت. بقول لك ايه، افهم مني. قلت لك العيال دي انا عايزها وانت اللي هتجيب العيال دي. عارف مكانهم ولا تطلع بريك؟ لا عارف. تطلع بريك؟ عارف. تطلع بريك. عارف مكانهم، انا سمعتهم النهارده وهم بيتكلموا على مكان العمليه، وزمانهم في الطريق دلوقتي. يسين
اتس فيري جود مامي. وعاوزه كمان تعرفي سنها الحقيقي؟ يس. بص حضرتك هنا لسنانها دي فروم 5000 years، وكان ممكن تعيش سنتين زياده كمان لولا ان هي بس بتدخن بشراسه. اميزنج، اتراكتيف قوي الموميا دي. طبعا موميا اتراكتيف حضرتك، دي من الاسره السادسه عشر، المجاوره الثانيه الحي السابع، الدور الاول شقه 3. فين الفلوس؟ فين الماني؟ From my eyes. أمرني. عايز كام؟ اللي عاوز كام؟ احنا هنحكي في المحكمة، احنا اتفقنا معاك على الواتس، عايزين 10 مليون دولار. No 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 no. If your lover is honey, don't like it all off. يعني ايه؟ يعني إن كان خبيبك عسل ما تلخسوش كله يا عينيا. احنا ما بنرخسي حاجة لا مؤاخذة، احنا عاملين معاكي السليمة وحاطينها، وبعدين انت الزبونة بتاعتنا. Okay, but I want discount. يعني if you can تهاوت شوية، نص عليك ونص عليا. عينيا. بيمبي ايه؟ لما اقول خلاص يبقى خلاص، لما اقول خلاص يبقى ايه؟ يبقى خلاص. امين يا زميلي. ما تقوليش يا زميلي عشان الحالة بتجيلي. خلاص اقول لك يا مليجي. ما تقوليش يا مليجي عشان بتروح وتيجي. Hey you look at me. I swear of my mother all I have 8 مليون، وكده انا هبقى تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي. انت منين يا حلوة؟ شرم الشيخ. صدقتني يا باشا، شغل عالي، السعر ده ما تلاقوش غير عند ولاد مصر. هفارم عليك يا ابو النجوم، كلامك طلع صح. رجاله بينا يا رجاله. السلام عليكم. ليه اثبت يا انت اثبت. اخميني ما انت بتلخميني. اللي جابك هنا يا ريس متقال؟ انا جاي اغني ونحسن الناس اللي في العيله. طب قسم وسمعنا وانطر من هنا بقى، عشان انت مش عارف انت بتلعب مع مين. وانت يا ابو النجوم بتغدر بينا؟ لا والله يا معلم، ده الريس متقال قال لازم يجي يتفاهم معاكم بنفسه. ما تتكلم يا باشا. صح زي ما بيقول ابو النجوم، انا ما جايش ناوي على شر، لا انا نيتي خير. بقول لك ايه، مشوا انتوا الزباين عشان في كلام بناتنا عايزين نقولوه. كلام سليم. طيب اتكل على الله انت يا ليدي اوف اول، واحنا هنظبط لك الموميا ونبعتها لك، نحطها لك كده يعني في شنطه هدايا، نحطها لك في تابوت ونغرقه جليتر ونوصلها لك على البيت. لا يا نايا، انا مش هدفع فلوس دليفري. انت خنفيتي ولا عندك برد؟ مش هم الروسيات بيتكلموا كده؟ لا ما بيتكلموش كده، ما بيتكلموش كده، ما تفضحناش. يلا اتكلم. اوكي تشاو باي. سلام يا حاج. سلام. تشاو بلبن جامد. ايه يا عم شنب الناس، كنت عايز ايه؟ جمجم يا ولدي، احنا عايزين البضاعة اللي كانت حداكم في العربية بتاعتنا. البضاعة اللي كانت حدانا بقى مفيش، دي تمن الاشتغالة اللي انت اشتغلتها لنا. تمن الاشتغالة عندكم ملايين. وساعات بيبقى تمنها الموت. بيمبي قلت خلاص يعني خلاص، انا مش حمل فرهاده. الريس متقال برضه غريب، واحنا الغريب في بلدنا سلطان. معلش يا ريس متقال، اللي ما يعرفك يقتلك. بص بقى يا متقال من غير ريس؟ من غير. وجابك قلبك؟ جالي. ماشي، اتفضل يا ريس بمبم. ريس بمبم. بص بقى من الاخر، بضاعتك اللي عندنا احنا هنعتبرها عربون محبه. وخسرتي اعوضها كيف؟ هنعوضوها لك وهنشغلوك معانا، زي ما انت شايف كده شغلنا شغل دولة على خط النار. سفارات، امارات، دولارات، مين يقول هات. يعني الحته اللي بتجيب لك قرش معانا هتجيب لك 10، يعني هتعوض خسارتك وهتكسب بدل المكسب الواحد 10. زين كلام زين موافق. وخبر حلو بقى، المشتري جاهز ومستني، بس بشرط انت اللي هتنقل البضاعه بنفسك، واحنا هنقول لك على مكان التسليم. موافق. فين مكان التسليم ده؟ هنقول لك. فين؟ هنقول لك. فين؟ هنقول لك. عارف وسط البلد؟
هتخش شارع باب اللوق وهتعدي وزارة الداخلية لحد ما توصل لمديرية الأمن. هتخش الشارع اللي في ظهر المديرية هتلاقي بوكس. ما تخافش، ده مش كمين، ده واقف متمركز هناك. بعده بقى هتخش الشارع الصغير ده هتلاقي واحد بتاع بطاطا واقف شكله مخبر. ما تخافش، مش مخبر، هو شكله كده. بعد المخبر قصدي بتاع البطاطا هتخش يمين، هتفضل ماشي طوالي لحد اما تلاقي قهوة على شمالك وواحد قاعد فيها بيقرا جورنال مخروم. هتفتكره بيراقبك. ما تخافش، هو مش بيراقبك، هو الجورنال اتخرم منه فعلا. بعد القهوة بتاعت الراجل اياه هتلاقي بتاع كشري ملموم حواليه عساكر كتير بياكل. ما تخافش، ده مش كمين برضه، ده اللانش بريك بتاعه. بعد بتاع الكشري بقى هتلاقي مخزن كبير. خش جوه واحنا هنجيب القوة ونخش على طول. قصدي هنجيب الفلوس وهنيجي على طول. حلفنا ليه جاي؟ ايوه. ايه ده؟ ايه دخلت ليه؟ لا بس جيت. انزل مكانك. انزل. لحظة واحدة، أنا هاجي الحالة سنستأذنكم كلمة مع أخواتي. الحق مش عليكم، الحق عليا أنا. وكنت نسيت عليكم كنتوا عرفتوا مين أنا. واللي يلعب الدح يقول شاح. يا باشا يا باشا، ده ضربني 3 اقلام يا باشا. بس معلش انا مسامح يا باشا، انا مسامح. مسامح ايه؟ انا اللي اتضربت. هسجنك والله، لاسجنك يا متقال. ما تقولش كلام انت مش قده يا ابني، ما هو رايح يتسجن. احنا متشكرين ليكم جدا على اللي انتوا عملتوه معانا. انتوا قدمتوا خدمه عظيمه لمصر. انت بتشكرنا على ايه يا باشا؟ احنا اولاد مصر. احنا ضد الكاس. انا رافع راسي. رايح فين ايه؟ طيب اتفضلوا معانا الاسم. ليه يا باشا؟ ده كان بيغني بس وانا سكته والله. بعدين مش انا اللي بغني اصلا، ده حسين ومدحت صالح. ولا حضرتك احنا متهمين في حاجه تانية؟ لا متهمين ايه؟ انتوا مسلمين تجار اثار كبار ومعاهم تماثيل بفلوس كتير جدا، يعني ليكم مكافاه كبيره، بس هتسلموها في الاسم. يلا اتفضلوا معانا. ماشي يا باشا. طب قدامي على الاسم. نعم. قصدي يعني امشي حضرتك عشان نمشي وراك، مش عارفين الطريق بس. اتفضل. ايه يا باشا؟